ويا ريت كنت جبت المغرب كلهم. لهم انا احمد من مصر ومعرفش حد. قولي زيدان. زيدان. مصيبه. طبعا انتوا عارفين ان انا رايح جاي من المغرب لمصر وهكذا، بس المره دي بقى يعني يعني واخد هاجر وإلاف معايا، ومحدش مفيش مخلوق يعرف. قولي سلام. سلام. مفيش مخلوق يعرف هناك. فانا هوصل. انا جربت طيران جديد سميته اير كايرو، ربنا يستر ان شاء الله تبقى رحله زوينه، ادعوا لنا. تاني حاجه يعني انا هوصل على الساعه 11، يعني هوصل على مطار اسكندريه، وبعد كده اخد عربيه توصلني القاهره. فهوصل القاهره على الساعه 10 11 لا قبل كده تصدقوا 9 الصبح ولا حاجه. فربنا يسهل. متشهيه حاجه في مصر معينه نشوفوا والديكم والبلاد باذن الله. باذن الله. انت طبعا انت بالك قد ايه تقريبا كده؟ سنه ونص ولا دوست السنتين كده؟ عايز اقول لكم ان ابويا وامي واخواتي يعني يعتبر اخر مره شافوا إلاف هم شافوها مره واحده كان عندها 8 شهور تقريبا، كانت لسه صغننه، كانت بتشال وي لكن دلوقتي ما شاء الله يعني عليها بقت قرده. تعالي هنا اقول لك. قولي زيدان. زيدان. مصيبه. لسه هتسمعوا حاجات كتير. قولي باي باي على عمو. قولي باي باي. عمو. يلا نقدر معاكم في بلاصه تانية. هو ده اللي شرع عليا الشهره بتاعت اير كايرو الطياره الجديده. حصل عشان هو يلا جاء من مصر بيها. يا صاحبي انا لو لقيت حاجه غريبه هتزعل. اهم حاجه ايوه نعيش سوا ونموت سوا. لا يا صاحبي البت معايا ومراتي، لو انا لوحدي عادي هاني. ربنا يستر ربنا يستر. والله هو الشيطان اللي قال ان انا احجز عليه. تنصح الناس بيها طيب على كلامك؟ لو وصلنا وعملنا فيديو تاني خلاص. لا يا صاحبي انت بجد بتهرج والله. انا ركبت وجيت وانا جاي كان في الاكل كان محشي وفراخ مشويه، عشان ده اول ما يركب ده اللي هو أكل في الاكل اللي الطيارة؟ انت قلت لي عليه. ايوه. لو حصل اي حاجه غير كده فدي يعني في مصر بنقول قرف. اعرف يعني انا وشي وحش. يعني انا هيبقى كده وشي وانا وحش. هزعلك. هنوصل وهنشوف. هزعلك. ثق فيا. اثق ما دي المصيبه. دي المصيبه. ربنا يستر. ثق فيا. نرجع بقى عشان ارجع لهاجر وإلاف، عشان هاجر زمانها بتسب الإلاف وبتسب لي يعني. نرجع. شوفوا يعني الطياره نظيفه جدا، لطيفه جدا، والمعامله جميله جدا جدا. اير كايرو انا اول مره اركب معاكم، ما شاء الله عليكم. يعني المعامله بتاعت الكابين كرو اصلا جميله والله العظيم، ما تريقه فعلا. استنى يا عم بتكلم عن الناس، انتوا شايفيننا ولا ايه؟ افتح يا عم البتاع ده بسرعه. استنى النور جه اهو تاني. تمام كده اتفقنا. حاجه واحده اللي الله اعلم دي دايما ولا لا، المواعيد. ايه؟ الكائن اللي وراه ده. تمام؟ قلت له انا هفضل ادق عليه من هنا لغايه لما اروح بيتنا وانام واصحى واشوف ابطل ولا لا. يا صراحه لكن السعر خرافي جميل جدا. النظافه بتاعت الطياره نفسها زوينه بالذات، كبيره. عايز اقول لكم الطياره فيها 30 واحد بس، يعني انت بتخلص بتخش ممكن تطلع تنام كده. ده دايما يعني على طول. احلى حاجه فيها ان هي دايما بتكون فاضيه. برضه هرجع اقول لكم هفضل ادعي عليه. اضحك عايزك تضحك. هنقول لكم في الاخر لما ننزل بالطياره وانا بدعي عليه. عايز اقول لكم ان دي الطياره. بص الطياره فاضيه والله، احنا في اخر الطياره والله، الطياره فاضيه وانت هفضل ادعي عليك والله، هفضل ادعي عليك. هاي من ام الدنيا. هقول لكم ملخص الرحله سريعا. الرحله جامده جدا، الطياره جامده جدا. انا قلت لكم الكلام ده وانا فوق. ما حسيتش بالوقت، الطياره فاضيه.
انت بتاخد لك اي 3 كراسي وتنام. ايه رايك يا هاجر في الرحله بامانه؟ انت اول مره تجي معايا فيه. ايه؟ زوينه ها؟ جاتك زوينه؟ ماشي كيما انا كنت تخيلت حاجه وحده اخرى. كنت فاكره ايه؟ ما عرفتش. بالنسبه للثمن كنت فاكره حاجه وحده اخرى. اصل تمن قليل قوي. تمن غريب بالنسبه لي وغريب ما كناش في احمد نعتذروا منه. عايز ما كنتش طايق. عايز اقول لكم ان احمد جاء من حوالي 3 اسابيع 3 اسابيع تقريبا. 3 اسابيع من مصر، حاجز ذهاب وعوده تقريبا ب 5000 جنيه. انتوا متخيلين السعر؟ 5000 جنيه ذهاب وعوده. تقول شي حاجه ماشي هي. في حاجه غريبه تمام. اما الطياره فانا لازم اشك. لا ولكن ما شاء الله. وانا حجزت ذهاب بس، احنا الثلاثه داير تقريبا 6000 درهم ذهاب بس تقريبا. ده اقل من 6000 بس هو هنقول 6000 درهم. فانا ما مش فاهم. طب وبعد ايه اللي هيحصل جوه في الطياره؟ احنا مش عارفين. انا بس كان نفسي احمد زيدان يطلع معايا اول رحله ويخوض التجربه معايا، بس هو لا. ضحى بيا لا. وبعد كده خد التجربه. انا قلت له جرب وانا معاك مره ثانيه. فيعني بصوا ده حاجه، يعني هي الرحله الحمد لله دازت على خير. انا خلاص داخل على البيت ومعانا، خليكم معانا عشان ايه نفاجئ. الله يسلمك يا صاحبي. ونفاجئ ابويا وامي واخواتي. اخواتي لسه هتلاقيها اللي بره، هتلاقيها اللي في الشغل. لا الشغل ما فيش شغل النهارده لان اجازه. هنفاجئهم. المهم ما فيش مخلوق يعرف. يعني انا متحمس للصدمه. ونشكروا احمد عذبناه. احمد عذبناه بصراحه. ثمرات الاف ومسكين. أبداً. بصوا بقى. على فكره احمد زيدان بصراحه من اجدع الناس اللي انا حبيبي عرفتها، وهو ليه معايا صراحه واجبات كتير، واحنا عشان احنا اخوات ما بنحكيش اللي بينا، بس هو من اجدع الناس انا عرفتها. ولا اي دهاش والله. ودي اقل حاجه انا ممكن يعني ان انا اكون معاه في عشان انا سفر بحشم يعني. انا بحشم. فكك من الكلام ده. ده كله كوم. ونقطه اخيره هسالكم عليها. اللي عنده طفل في سن إلاف، اقنعوني يعني اللي عنده سن ما بين 2 سنتين ونص، قولوا لي يعني لما لو سافرتوا بيهم بره طلعتوا عن دينكم ولا؟ احمد إلاف اول مره. إلاف مثلا عشان ما بتشوفش حد. المطار تشوف المطار اول مره تشوف داك الناس بزاف، داك الشيء علاش. انا بص يعني. عايز اقول لكم ان يعني لو يعني اكتريه الناس يعتبر عارفيننا. لا تما لكن اتفضحنا قدامهم واللي كان. هو احمد عايز يقول لكم يعني لو حد عارف نوع مخدر كويس ما ياثرش على ذاكره الاطفال. انا محتاج والله. محتاج، لان الناس ممكن في لحظه ممكن تفتكرنا ان احنا خاطفينها. ايوه بس مشكله صراحه. احمد شهد معنا المنظر ديالو. احمد كيتفرج مسكين من بعيد مع احمد كان واقف انا كنت واقف من بعيد وسامع صوتها في اخر المطار يقول وأنا لي كان- إلاف دي. انت علاش كتغوت؟ انا كان نفسي اساعد، بس هي اي حد بيقرب منها بتصوت اكتر. ما كتعرفش الناس. فالحمد لله دازت على خير. نخش بقى الدار ونشوفها ان شاء الله. نشوف نخليهم قدام الامر الواقع. يلا خليكم معانا. لحد عندك. تيتا طيب تعال هو انا عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه المفاجآت دي؟ بعد ما غفلنا ابويا وامي زي ما انتم شفتوا، عشيري طبعا انا ما غفلتوش. هو الوحيد اللي كان يعرف ان انا جاي من ساعه ما هو لسه نازل من قطر اصلا. ولسه مسمعني كلمتين. الحمد لله على السلامة يا عشيري، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عايز أفهم حاجة بس أنا شاهد الناس عليه. شاهد الناس. أنا بقالي فترة بقول لك عايز أجي فين؟ احمد بقاله كذا سنه بيقول لي عايز اجي المغرب، وكل لما ينوي أيوه يلاقيني في مصر. طب هنعملها إزاي؟ أنا بقى نفسي أعملها. يا صاحبي انت ليك نفسي اهلك أعملها. والله العظيم هتلاقي احلى ترحيب منهم. حتى يعني انا الحاجة الوحيدة اللي موجودة. هتشفع له
ممكن هو لسه ما قالهاش ان السنه دي عمل حاجه جميله قوي. لا هو انا قلتها يا صاحبي قلتها؟ ان عشان هاجر والاف ايوه يعني بس ربنا كده يخليك. بس كده هو عشان هي ما دي أحلى يعرفش حاجة. الفيديو فيه ايه بس. بالظبط كده. فالحاجه الوحيده اللي هتشفع لك ان النهارده هاجر والاف معانا. هو أصلاً نزل علشان- منورين. ايه؟ نزلتي علشان ما دي ما دي الحقيقه. شفت؟ ركبوا لي المرجيحه. المهم المره الجايه انا زهقت من كتر ما قلت ما تنويش ما صاحبي تنويش انزل المرة الجاية. مطار الملك محمد الخامس. تمام. قول لهم انا احمد من مصر وما اعرفش حد. يا عارف والله عارف. لا، من غير ما يقول لهم. بصراحه الله يكبر بيهم كلهم مرحبين. هو واخدين أصلا بالكم من عندك صحابك الهضرة مغاربة اللي- إيه؟ عندك صحابك مغاربة بزاف. بزاف انت ايه عارف. ده تعليم انا بقى. تعليم انا. بزاف. ان شاء الله نروح المغرب ونتسار في المغرب. صح كده؟ نتسار انتسارة. نتسار نتسارة في في المغرب. نتصور ايه ايه رايك بالبي بالمصري دي. ان شاء الله نتسارة في المغرب ان شاء الله. نتسارع. نتفسح في المغرب. ما تتعبنيش معاك. لا هنظبطها وهنكون ان شاء قريب الله جدا بإذن الله. ان شاء الله. ومنورين الدنيا. ربنا انا يخليك. طبعا ما اعرفش انتوا تعرفوا ولا لا. انا الاف رغم ان احمد صاحب عمري أول- واخويا أول مرة بس أشوف. اول مره اشوف الاف. يعني الاف حتى عندها هاجر سنتين. انا يعتبر ما قعدتش معاه كتير ومبسوط جدا ان هم نزلوا. حبيبي. وهتشوفوا بقى ايه شويه فسح وحاجات. هنتسارى كتير الفتره الجايه. احمد إن شاء الله. عشرة تقريبا من 15 ل 18 سنه. أخوك أحمد- خلاص. احمد مفيش نور. كلام. وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله كل مره مرحبا باي حد مغربي في بلاده التانية. ابعتوا لي. انا احمد أنا ابعتوا كنت لي. بحب المغرب قبل ما اعرف اللي شفته مع احمد. بس انا حبيت المغرب اكتر لما احمد راح وحكى لي على اللي بيحصل هناك ولسه لما والترحاب تروح. اللي هناك. لسه لما تروح. ما زال مين نحمق يشوفه. عليكم نحمق واشكركم. عليكم. كان بغيكم كان بغيكم. كان يبغيكم كان يبغيكم بالذات. ونحمق عليكم. وكان يتسطى عليكم. بالظبط كده. لا بقول نصدت عليكم ان شاء الله. معلم. ماشي يا الصد. خليكم معانا عشان لسه اخواتي هنفاجئهم. انا لسه ما فاجئتش اخواتي. هم اخر اتنين يشوف رد الفعل. ممكن ما يكونش الصوره بتبقى واضحه واسمحوا لي لكن حاولوا تحسوا الصوت بتاعهم عامل ازاي. حاولوا تحسوا حركات يعني خليكم معانا. بالظبط كده. يلا. خدت بالك من امي وهي بتمثل؟ ماما انت قلت لهم ايه يا ماما؟ قلت لهم ايه بسرعه؟ امي جابت رانيا ونوره. تعالى قلت لي الدكتور تع- عشان تعبان اطلع. والله يا ابني لو تعبانه فعلا مش قادره. ممثله والله ممثله درجه الاولى اطلع. امي بتقول لي طب جاهزه يا ماما؟ قلت لها لا اطلع. اهم حاجه رئه الصوت ده أهم حاجة. ايه ده؟ يا جزمه كمان بتهزر؟ انت بتهزر؟ في ايه؟ ايوه دلوقتي ماما مثلت ورانيا طلعت لوحديها ونورة تحت ورانيا هتمثل عشان تطلع نورة. العيلة كلها اطلعي يا ماما لسه بتلبس. ماشي يلا سلام. ايه في ايه؟ يخرب بيت القلب اللي عمال بيحس ده. قالت لي عايزاكي حسيت يعني طب ولو كده طب قلبك حاسس برضه؟ ايه يا عمده ايه رايك في المفاجاه؟ جميله. اكتر فيديو غيرت فيه تيشيرتات في اقل من 12 ساعه
3 تيشيرتات من الطياره لغايه ما دخلت البيت. ايه رايك في المفاجاه؟ جميلة والله، وإلا إلاف ياه. طب وهاجر لا؟ نسيني، أنا نسيت كل هيقوموا علينا المغاربة. إلا إلاف، لأن طبعا بقالنا كتير. نسيتينا؟ ده انا معاهم، لا انا مع بجد هاجر. والله ويا ريت كنت جبت المغرب كلهم، يا ريت. يا بجد والله كنت العمده بتمثل. لا بجد والله كنت منتظرة نادية والزوز لوحده ده، وأسماء وسامي. اسماء يا جماعه، اسماء هما مش بيقولوا اسماء. صح؟ اسماء، هم بياكلوا اسماء، هي اسمها اسماء. وسامي، يعني مرحب بيهم كلهم. ماشي يا عمده. هم كام يوم كده هنصدعك ونتكل على الله. والله صدقنا على طول بس. ايه رايك يا روكا؟ لا مش سامعين الناس، قربت. مفاجأة فظيعة. ده وانا قلت لها يعني عشان اجيبهم، ما انا مش عارفه اجيبهم ازاي. المرة الوحيدة اللي ما حسيتش ان انت جاي. والله اصل هم كل مره لما ببقى جاي وعاملها مفاجاه بيكونوا حاسين قبليه. يعني النوره الصغيره الزيرده تقول لها اخوكي جاي قريب، اخوكي جاي بكره، وابقى جاي فعلا محدش لا ما يعرف. توقعتش لما فتحت الباب. يقول لي والله كنا حاسين، لكن المره دي بالنسبة ان لا. انتوا جايبيني الصبح ومصحيني من النوم ان ماما تعبانة. أيوة ما. اتشقلبت. انا اصل دي هجيبكوا ازاي؟ قلت لا طب- اي خبر حلو. طب زين تعبان. لا ايه رايك في المفاجاه؟ الزئرده نوره. والله انا اتبسطت بيكم كل حاجه، بس انا اتخضيت من هاجر وايلاف اكتر. مش متعود، اصل هي متعوده تشوفني. كل نص ساعه ايه؟ كل نص ساعه بينزل نص. انت بتضحك يا اسطى؟ والله انا قلت لك هم هيتفاجئوا بهاجر وايلاف عشان دي الحاجه اللي ما بتحصلش كتير. ايوه لكن انت عشيري بالذات يعني بالذات. لا واحمد نور اللي عارف، وقابلته في الشارع من يومين كان عايز يمشي بسرعة. وبعدين ده قص الفساد ده لما قص الفساد ده لما بينزل مصر بيبقى انت في ديله، او العكس انت تنزل هو في ديلك. طب اشمعنى ما حسيتيش؟ مش عارفه يمكن عشان مش عارفه. يمكن عشان أنا كنت لسه راجع. انت لسه ماشي من امبارح. اصل انا انا كنت هنا قبل رمضان. انت كنت هناك مش هنا، انت قاعد هنا اكتر من هناك. لا انت مقيم هنا. كان هنا امبارح. غصب عنا يا صاحبي، طب هنعمل ايه؟ الله يعاونك يا صاحبي. الله يعاونك عشيري. بس شايفين الدرجه. انا يعني سامحوني لو انا هقفل معاكم الفيديو ده بقى، طولنا عليكم بالذات. وزي ما قلت لكم سامحوني برضو ان هتلاقوا وشوشهم متغطيه زي انتم متعودين. يعني الناس الجديده سامحوني، الناس القديمه انتوا اهلي وناسي وعارفين دنيتي ونظامي. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ومعلش اسمحوا لنا غبرنا عليكم بالذات، لكن اللي عنده الاف سلام عليكم. مع ربنا.